حاجات بستخدمها بالصدفه وبتعجبني جدا لدرجه الانبهار، وببقى مش مصدقه هي بجد في حاجه كده او في منتج كده، وببقى نفسي اقول لاي حد عليها، واي حد اكلمه اقول له لازم تجيبي المنتج ده، لازم تجربه، هتعجبك جدا. والحاجه اللي انا بتكلم عليها فوط ايكو واي. الفوط دي يا جماعه اختراع، فوط ملهاش حل، اذا كانت فوط الدهون او التراب او الازاز او المطبخ او حتى المكياج، كل واحده منهم ليها انبهار لوحدها. وانتوا هتشوفوا معايا كل واحده بتعمل ايه والنتيجه بتاعتها عامله ازاي، وانتوا احكموا بنفسكم. ودي الفوطه الموف، والمفروض ان الفوطه دي بتمسح البوتاجاز وتنضفه طبعا، وبتشيل الدهون من على الشفاط، بتعمل كل حاجه وبتعمل حاجات تانية كتير. بس الحاجه اللي هجربها معاكم دلوقتي تنظيفها للبوتاجاز. وزي ما شايفين البوتاجاز شكله عامل ازاي، وسوري طبعا على الشكل، بس انا حبيت ان انا اسيبه 5-6 ايام كده نشوفها هتوصل البوتاجاز من ايه لايه. فهو لما بيوصل للمرحله دي بستعين لحاجه في التنظيف، يعني ما ينفعش اعمله بميه وصابون. وطبعا اول حاجه لازم ان احنا نبل الفوطه، فانا هنزلها في ميه كده واعصرها كويس. هستخدم الجزء الخشن وهبتدي بقى ان انا امسح واشوف هتعمل ايه معايا في البوتاجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا قبل ما ده كله، عشان البوتاجاز وقع عليه، اشيل دول عشان الدوشه وعشان مفيش حاجه تفضل تقع واحنا بنعمل. بالجزء الناعم هشيل الحاجات اللي وقع عليه، رز بقى وحاجات محروقه وليمون، بقالي اسبوع ما نضفتش. وهكمل تنظيف. بصوا انا مش هنبهر، يعني انتوا هتنبهروا اكتر مني، لاني انا جربتها وانا عارفه ان هي فظيعه ما شاء الله عليها. يعني الفوطه مفيش حاجه ما بتقدرش عليها، بس عشان كده انا سبت لكم البوتاجاز اسبوع علشان تشوفوا الفرق. بصوا كان هنا في حاجات كده لازقه، انا لسه ما غيرتش الفوطه ولسه ما مسحتهاش، بصوا اهي. وانا ما كنتش حاطه اي حاجه، كنتش حاطه اي مزيل دهون، او ما كنتش حاطه اي حاجه بتساعدني في التنظيف. يعني هي بس الفوطه غسلتها وبميه دافيه، ميه من الحنفيه دي اهو. بصوا حاجات لازقه. بصوا بقى لما همشي بالفوطه وخدت الحته النظيفه دي، استخدامها سهل جدا. ببلها بميه من الحنفيه. وممكن كمان لو هعمل بوتاجاز بالشكل ده الدهون لازقه فيه، او شفاط فيه دهون كتير، ممكن ابلها بميه دافيه بس مش سخنه، لان هي ليها طريقه برضو في الاستخدام لازم نحافظ عليها علشان تعيش ونقدر نستخدمها اطول مده. هي دي كده لازقه شويه، بس عشان العين دي اكتر عين انا بستخدمها، فعارفه انا ممكن يبقى فيها دهون متراكمه اكتر من اي مكان تاني. بصوا ده شكل البوتاجاز كده من اول مره، يعني انا مجرد ما مشيت الفوطه دي عليه اول مره وصل للشكل ده. طبعا انا عايزه اغسلها تاني لان هي كلها ما بقتش نظيفه، هغسلها بالصابونه بتاعتها اللي هي جايه معاها، هتنضفه تاني بشكل افضل من ده. فالفوطه دي عايزه اقول لكم بجد اختراع، وفعلا للدهون انا ما كنتش متخيله ان ممكن حاجه تعمل البوتاجاز بالسهوله دي. فوطه ليه؟ ايه فوطه ايه دي اللي تعمل البوتاجاز؟ والفوطه اللي بعد كده دوتي سبونج. الفوطه دي بقى او الاسبونشه دي بنعمل بيها الميكرويف، تلاجة، اي جهاز عندنا بتنظف اي جهاز. بس اهم حاجه طبعا الجهاز ما يكونش سخن، لان الفوط مش عايز درجه حراره عاليه. فانا مثلا دلوقتي هجربها لكم مع الميكرويف زي ما انتم شايفين كده. واحسن حاجه فيها الجزء ده، هي برده فيها دبل فيس، جزء ناعم وجزء كده محبب شويه. انا بليتها وعصرتها كويس جدا. ودلوقتي بالجزء برده الكيشن ده بتاع الرده، لان الرده زي ما انتم شايفين هطلعه لكم بره عشان تشوفوا كويس. بصوا الرده عامله ازاي. برده هستخدم بالجزء اللي بيشيل الاول الرده، نعمل كده اهي. نعمل بقى من الجزء اللي تحت، هي اتملت رده، فخلاص هغسلها وارجع تاني زي ما شايفين كده. ده شكلها بعد ما غسلتها بس بالميه، ما استخدمتش لسه الصابونه، هي بس الرده وقعت من عليها كده اللي هنا اللي كانت لازقه فيها. نعمل بقى نكمل الميكرويف. المهم بعد ما شلت الرده المفروض ان انا بقى استخدم الوش ده. بصوا بقى الوش ده عايزه اوريكم هتخلي الميكرويف شكله عامل ازاي من جوه.
مش محتاجه ليه اي حاجه تاني ولا اي حاجه ولا خل بقى ولا اي حاجه. يعني هي لو انا عايزه تتغسل تاني، عشان هي لما بتلم كده كتير بحس ان هي مش عارفه تنظف كويس. ده كده شكله بعد ما استخدمت الفوطه، ما حطيتش اي حاجه ولا استخدمت اي نوع من انواع